قال رحمه الله، وهو يعطيك مقياس ومعيار وميزان دقيق، نعم، في معرفة السني من البدعي. قيل له: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. هذا عند اللالكائي. عند الآجري في الشريعة قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. كلاهما بنفس المعنى، فإن المتعصب سيغضب، والذي يغضب للأهواء بناء على تعصبه لها. موش ولا مش موش؟ فلذلك الآن هناك، وما أكثرهم، لا كثر الله، لا كثرهم الله ولا كثر الله من يتأثر بهم ويمشي في ركابهم، ولا بارك بهم. ما أكثر من يغضب الآن عند الكلام في أهل الأهواء. ومثلهم عندما قامت فتنة الخوارج والقاعدة وداعش، ما أكثر من كان يغضب عند الكلام بهم، مثل ما الآن يغضبون يتعصبون للرافضة والشيعة، نسأل الله السلامة. إذن إذا ذكرت الأهواء إياك أن تتعصب لشيء منها أو تغضب لشيء منها، بل السني السلفي على العكس من ذلك، إذا ذكرت الأهواء غضب منها لا أن يغضب لها، وامتعض منها غاية الامتعاض، وفرح بالرد عليها، وفرح بمن يرد عليها ويبين زيفها وضلالها وضلال أهلها. قال هنا الإمام البربهاري: لحق بالفتن، يعني نعاصرها، وشيوخه عاشوا في حميم الفتنة في الدولة العباسية، شيوخه وشيوخ، نعم، أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق، مرت عليهم محن من سجن وقتل وتشريد وفصل من الوظائف وحرمان إلى آخره. اقرأوا في كتيب أو كتاب المحنة لحنبل ابن إسحاق، سترون العجب، العجب مما كان يمتحن به الناس. قال: ومع ذلك جاءوا إلى الإمام أحمد، شيوخ البربهاري وشيوخ شيوخه اللي عاشوا في زمن من؟ في زمن الفتنة. الناس في زمان الإمام أحمد منهم فقهاء جاءوا إليه يريدون التخلص من الحاكم بالثورة عليه، وقالوا له: إن أطفالنا الآن يدرسون في الكتاب إن القرآن مخلوق. ماذا قال لهم الإمام أحمد؟ قال لهم: اخرجوا وثوروا حتى ندرك أبناءنا وأطفالنا. قال لهم: إن دين الله محفوظ، دين الله عز وجل محفوظ، هو الذي تكفل بحفظه، ونهاهم عن الخروج، وقال لهم: إن الخروج هو خلاف الآثار وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الآثار، الأحاديث: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، وغيرها من الأدلة. أبوا إلا أن يخرجوا، والنتيجة ماذا كانت؟ منهم من شرد، ومنهم من سجن، ومنهم من قتل، ولا أرضا قطعوا ولا ظهرا أبقوا، ولا للإسلام نصروا ولا للسنة نصروا ولا لبدعة الجهمية كسروا. ما يستطيع أحد أن يناوئ السلطان، شر عظيم مناوئة السلطان. فلذلك الأدلة جاءت من أجل ماذا؟ درء المفاسد وتكثير المصالح. مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة مناوئة السلطان ورفع السيف في وجهه والخروج عليه والتحريض عليه ولو كان ما كان. الإمام أحمد يتكلم عن قضية خلق القرآن ويقف أمام الولاة ويناظر ويضرب ويجلد ويسجن ويهدد بالقتل ويوضع القيد والغل في رقبته وفي يديه ورجليه، ومع ذلك يناديه: يا أمير المؤمنين، ويأمر الناس بالصبر.
ولا يثير ولا يحرض ويقول إن الفتنة الآن خاصة، فإذا وقع السيف صارت الفتنة عامة. إذن من أين هذه التوجيهات؟ توجيهات نبوية. هذا هو منهج السلف. سير السلف مع الحجاج كيف كانت؟ سيرهم مع ولاة بني أمية مع ما كان منهم من مخالفات، سيرهم مع ولاة بني العباس، وهكذا. سير أئمة العلماء في كل زمان فيها تطبيق مع ولاة الجور أو الحكام الظلمة أو من يخالف شرع الله عز وجل منهم، كانت تطبيقا عمليا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان ومكان. ما نقول كما قال لي بعض الحزبيين يوم من الأيام، خطبت خطبة عن هذه الأدلة وطاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم جواز الخروج والثورات، هذا في زمان أوج فتنة الخروج والثورات عام 2012. وإذا بواحد من المتحزب نحن نعرفه باسمه ووصفه ونعرف ضلاله وانحرافه من بين الناس فوق السدة كما يقال، سدة المسجد، ويقول يا شيخ هذه الأدلة حق ولكن ليست لهذا الوقت، ليست لهذا الزمان، ولا يعني المقصود ليس لهؤلاء القوم، ما لهاش هذه الأدلة بهؤلاء الحكام. ليش التفريق؟ هات لنا التفريق، أقم على كلامك الحجج والبراهين. ألقى هذه الكلمة وما استطاع أن يعمل فتنة، خلاص يكفي. الخطبة كانت كافية في الرد عليه وعلى أمثاله، لكن نشأ عن إظهار السنة هذا الغيظ والغضب الشديد. مرة هو نفسه خطبت خطبة عن ما حصل حسين رضي الله عنه ومقتل الحسين في كربلاء، وبينت المعيار الصحيح في هذا والميزان الصحيح، وأن خروج الحسين كان ليس مرضيا للصحابة ونهوه عن ذلك، وأنه رضي الله عنه وأرضاه في آخر الأمر لما رأى أنه لا قدرة له وأن الذين دعوا من شيعته تخلوا عنه، قال لرؤساء الجيش وفيهم من هو ليس من الصحابة ولا من خيار التابعين وفيهم منافقون وفيهم فساق، قال لهم خلوا بيني وبين يزيد حتى آتي الشام فأضع يدي بيده أو أذهب إلى أي أرض الإسلام، أي أرض في الإسلام، أو أرجع إلى المدينة. أبوا، وحصل ما حصل. تكلمنا عن أن النبي عليه السلام لم يمدح فعل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وإنما امتدح الاجتماع الذي كان على يد أخيه الحسن. قال أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فئة الشام والعراق والحجاز. الفئة يعني أهل الشام معاوية رضي الله عنه ومن معه، وعلي رضي الله عنه ومن معه. وهكذا اجتمع الناس في عام 40 من الهجرة بعد وفاة علي رضي الله عنه على إمام واحد معاوية رضي الله عنه. تنازل الحسن بعد 6 أشهر من الحكم. ما هو هم الحكم؟ هؤلاء يتربوا على الكتاب والسنة، أهم شيء حقن دماء المسلمين، مش حتى آخر طفل فينا، ولا خسائر تكتيكية، ولا أرقام المسلمين، ولا هو الوقود الذي يغذي ثورتهم. دم النساء والأطفال هو الوقود الذي يغذي ثورتهم ويغذي قتالهم. كل هذا يقولونه، كل هذا يقولونه. اعرضه على الكتاب والسنة تراهم والله ما يقوله الشيوعيون. ما قال الشيوعيون أنه شعبي هو غذاء لثورتي وأنه دمهم هو الذي يعني يؤدي إلى كل ما سفكنا دم أكثر. الشيوعيون ما قالوا هذا. الشيوعيون ما قالوا عن أبناء شعوبهم إنهم خسائر تكتيكية لا قيمة لها، أصفار. حقن دماء المسلمين أهم شيء، أهم شيء حقن دماء المسلمين. فالشاهد بارك الله فيكم أن الشيخ يتكلم عن هذا الأصل، يقول
هؤلاء يقولون لا، نحن لا ننتظر الفرج يأتي من السماء، نأخذ حقنا بأيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال اصبروا. أنس رضي الله عنه قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءوا يشكونه الحجاج: اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. هؤلاء يقولون لا، نحن لا نصبر، نأخذ الحق بأيدينا. قال: والله هذه العبارة قالها سيد قطب، قال: يا جماهير إنكم لن تصلوا إلى حقكم إلا بأيديكم، ولن تمتد أي يد لإعطائكم هذا الحق. وعبارات أخرى في كتابه العدالة الاجتماعية، يعني ما ننتظر حتى يأتينا حقنا من السماء أو الفرج من السماء، لا بد وأن نأخذ حقنا بأيدينا. قال الشيخ: فهذا ضلال، هذا ضلال مصادم لتوجيهات الرسول الحكيم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، كما وصفه ربه عز وجل بذلك: إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان عنده رجال يخاطبهم كانوا مستعدين لسل السيوف. النبي عليه السلام يخاطب من؟ يخاطب مين؟ هو يخاطب الصحابة، أشجع الناس، أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، أفضل الناس، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، خير الناس هؤلاء، وأشجعهم وأكرمهم. ما قال لهم: إذا أدركتم هذا فسلوا السيوف، وإنما قال: اصبروا. بل أمرهم بطاعة ولي الأمر ولو كان عبدا حبشيا رأسه كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، يعني كما قال شراح الحديث النووي وابن حجر وغيرهم: صفاته أخس صفات العبيد. ما هو أي عبد، وإنما أخس صفات العبيد. والعرب تأنف أن يحكمها عبد، لا ترضى العرب إلا أن يكون الحاكم لها من عليتها ومن سادتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لهم الأئمة من قريش. ومع ذلك لما يصل هذا الحاكم بالتغلب وهو عبد حبشي مجدع الأطراف رأسه رأس زبيبة، يقول لهم: اسمعوا وأطيعوا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم أو تأمر عليكم، في اللفظ الآخر: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا. أو في خلاف في كلمة بعدي، إنه من يعش منكم، هناك من الرواة من يثبتها وهناك من يقول إنها لا تصح. إنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. إذن كانوا مستعدين لسل السيوف. قال: والله عنده رجال مستعدون لسل السيوف دائما. قالوا: نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما كان يهيجهم، ما كان يربيهم إلا على الصبر. درء المفاسد مقدم على تحصيل المصالح، وربما تكون المصالح موهومة أما المفاسد متحققة وواضحة. ما قال لهم: خذوا السيوف، قال: اصبروا، أعطوهم حقهم، أدوا الحق الذي عليكم، وهكذا. قال: أما أهل السنة والجماعة يحترمون رسول الله ويحترمون نصوصه وينزلونها بمنزلة القرآن في الحلال والحرام والتشريعات، فهؤلاء ثبتوا على هذه التوجيهات وأخذوا بها ولا يزالون عليها إن شاء الله، ليس من باب العمالة، والله هم العملاء ليس نحن. لأنه الذي يكون متربي على شيء يرمي الناس به، كما قالت العرب: ودت الزانية لو أن كل النساء زواني. الزانية تطعن في أعراض الشريفات والعفيفات والمحصنات، وتحب أن تكون كل امرأة مثلها، كل امرأة تكون مثلها، هكذا تحب. كذلك هؤلاء معروف عمالتهم، كما قال أحمد شاكر رحمه الله، عاصرهم في أول دعوتهم، قال: إن
عاصر دعوة الإخوان في أولها، قال إن عمالة الإخوان المسلمين لليهود والنصارى شيء لا يحتاج إلى أن يدلل عليه، شيء أو نحو ذلك من العبارات، شيء معروف، يقول عمالتهم مكشوفة معروفة. انظر الدول التي تحتفي بهم وتفتح لهم المكاتب وترعى مصالحهم. قال والله هم العملاء، ليس نحن هم العملاء لأمريكا ولغيرها من الدول، ونحن والله لا نعرف عمالة ولا نعرف جاسوسية ولا نعرف هذه الأشياء التي يقذفوننا بها، وهذه مزاياهم وأعمالهم التي يقذفون بها الناس. يعني لولا أنهم هم كذلك لما قذفوا غيرهم بهذا. الحزبي ما عنده ورع، لا يتقي الله عز وجل. الحزبي المهم أن ينصر الحزب ولو بالكذب، ولو بالإشاعات الباطلة، ولو بالأراجيف، ولو بتشويه المخالف. إذا لا يستطيع أن ينصر حزبه إلا بالكذب كذب، وهم يكذبون دوما، يتنفسون الكذب. وإذا لا يستطيع إلا أن ينصر دعوته وحزبه وجماعته إلا بتشويه أهل السنة، فإنهم لا يتوانون عن ذلك وهم يفعلون، هذه طريقتهم. قال والله لسنا عملاء ولا نعرف العمالة ولله الحمد، ولكننا نعرف قدر الإسلام ونعرف قدر من جاء به. أكثر من طعن به أنه عميل للكفار شيخنا الشيخ ربيع صاحب هذه الكلمات، لأنه آلم الحزبيين وآلم الفرق وآلم الجماعات الحزبية وبين عوارها وضلالها، فاتفقت كلمتهم كلهم عليها، كلهم اتفقت كلمتهم على الشيخ ربيع. لا تجد بدعيا إلا وسهامه موجهة للشيخ ربيع. صار الشيخ ربيع محنة في حياته ومحنة بعد مماته، فجزاه الله عن السنة خيرا. قال لكننا نعرف قدر الإسلام ونعرف قدر من جاء به، ونثق بأن ما وجهنا إليه الله ورسوله هو الحق والخير في الدنيا والآخرة، وما يوجه إليه هؤلاء السفهاء والله ما فيه إلا الشر والفساد. يقول المؤلف، يقول جوره على نفسه، ما دمت تكره هذا الجور فجور الحاكم على نفسه، ما دمت تكره معصيته فإن معصية هذا الحاكم على نفسه. من استطاع أن ينكر ينكر. الإنكار للمنكرات الظاهرة والفاشية يكون قبل المنكر وأثناءه وبعده، نعظ الناس وبين لهم دون تحريض ودون لمز وغمز كما يفعل الحزبيون. هل رأيتم حزبيا عنده غير على الدين؟ والله ما رأيتنا. الحزبيين ما عندهم غير على الدين، ولكن يستخدمون المعاصي الموجودة في بلاد المسلمين، خاصة في المملكة السعودية، يستخدمونها كوسيلة من أجل ماذا؟ الطعن وتأييد موقفهم تجاه دولة التوحيد والسنة. وإلا هل رأيتم إخوانيا عنده غير على الدين؟ أنا ما رأيت. الغير عندهم على الحزب، الغير عندهم على ماذا؟ على الحزب. لذلك إذا ما كان إنكار المنكر يخدمهم لا ينكرونه، مثل جماعة التبليغ لا ينكرون المنكرات، لأن إنكار المنكرات لا يخدمهم، إنما يريدون الجمع والتجميع والتأليف، وهذا لا يكون إلا بالأمر بالمعروف. أما النهي عن المنكر، كلم الناس بالعقائد، كلم الناس في دين الله عز وجل، قول هذا حق وهذا باطل، هذه سنة وهذه بدعة، هذا يفرق الناس عنهم. أما هم يريدون أمة الدعوة والتبليغ، يريدون الأمة، يريدون الملايين، يفاخرون بهذا، يفاخرون بهذا. وكذلك الجماعات الأخرى يفاخرون بالكثرة وهمهم دوما الكثرة. نعم، ما هو غيرتهم على الدين. ولذلك المنكرات تنكر بعموم الألفاظ. الربا موجود ننكره الحمد لله، نقرأ القرآن فيه ونخطب في ذلك
لا نستخدم هذا وسيلة للتحريض. الفواحش إذا سمعنا بفواحش أو زنا أو بيوت خدع أنكرنا، لكن دون أن نحرض الناس ونؤلبهم ونملأ قلوبهم بالغيظ على ولاة أمرهم، لا نفعل هذا. والواجب إنكار المنكرات، الواجب إنكار المنكرات. فعند حصولها من الأئمة الذين يغيرون ويبدلون من الولاة، فأنت تعرف المعروف وتنكر المنكر. فمن كره ما يفعلون وهو لا يقدر على الإنكار فقد برئ. والكراهة كراهة ماذا؟ كراهة القلب. أنت لا تقدر على الإنكار، لا تستطيع أن تصل إليهم وتبين لهم، لا تقدر على الإنكار بلسانك. والإنكار بلسانك لماذا أنت لا تقدر؟ لأن الإنكار باللسان على وجه التحريض مفاسده أعظم، فالشريعة نهت عن هذا. لكن تنكر بالعموم المنكرات، حتى لو أنك حضرت منكرا عاما وغير قادر على الإنكار بلسانك، تكره بقلبك. تكره بماذا؟ بقلبك، لأنك لا تستطيع أن تغير بيدك، لأنك لست سلطانا، ولا تقدر على التغيير بلسانك بسبب ضعف الحجة أحيانا، أو لأنه يترتب مفاسد على الإنكار باللسان. المهم أن تكره بقلبك، لا تعفى من كراهة القلب، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر: من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، يعني بالطريقة الشرعية تنكر. ولكن من رضي وتابع، هذه لكن الاستدراك، يعني من رضي وتابع هو الهالك. ليش؟ لأنه الرضا قلبي، والمتابعة أعظم من ذلك، أنه يتابعهم في منكراتهم، إما يؤيدهم أو يعمل بعملهم. لا، أنت تعتزل المنكر وتكرهه. وإذا عملت المعصية في مكان من أرض الله، فإن من حضرها ورضي بها فإن من غاب عنها ورضي بها كان كمن حضرها ورضي بها. وإذا عملت المعصية في أرض من أرض الله، فكان من غاب عنها وأنكرها كمن حضرها وأنكرها، يعني أجره بنيته. أجره بماذا؟ بنيته. قال: أنت لا تؤاخذ على ما يفعله السلطان الجائر وأعوانه، ما يفعله السلطان الجائر وأعوانه، لست مسؤولا عنه أبدا، ولا تأثم ما دمت تكره هذا ولا ترضى به. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقلنا هذا الحديث تغيير باليد من الأدلة العامة التي خصت بأدلة التغيير والإنكار على الحكام، بأنه لا يكون باليد، لا يكون بسيف، ولا يكون على الملأ. مش في عام وخاص؟ هذا منه. ولا بس بدنا العام والخاص في الطهارة والاستنجاء؟ هذا من العام المخصوص. العام المخصوص يدخل في كل أدلة الشريعة، كل دليل عام فهو قابل للتخصيص. إذا وجد ذلك المخصص عملنا بالتخصيص، وبقي العام على عمومه. التغيير بيد عام لكل من له قدرة وسلطان، لكنه مخصوص بأنه لا يرفع في هذا التغيير باليد لمن قدر عليه، لمن أذن له من السلطان، لا يرفع فيه سيف، لا يرفع فيه سيف. طيب الذي لم يؤذن له من السلطان ولا عنده قدرة، لا يغير بيده، لا يغير بيده، لا في المعاصي الخاصة، ولا يغير بيده في تغيير منكرات السلطان نفسه. وكذلك تغييره باللسان يكون فيما جاءت به النصوص من أن هذا التغيير يكون بالنصيحة، بعلم وحلم وفقه وسرية فيما بينك وبينه. قال: فأنت أنكر بقلبك، وإن استطعت أن تغير بلسانك تذهب للسلطان تنصحه فاذهب، تنصح لأمير انصح، عجزت
يكفيك أنك لست براض عن هذا المنكر.